اليوم هي قبوط كويتي. نجهز في المطبخ المكونات اللي قدامنا. نبدأ بتحضير الطحين الأبيض للعجنة ورشة ملح فوقه، ونصب الموية على الطحين. نعجن الخليط بهالشكل. ونترك العجينة ترتاح. نقطع الكوسة والبطاطا والجزر والباذنجان. ونحط زبدة KDD بالقلاية والقليل من الزيت. نضيف اللحمة المفرومة مع رشة ملح وبهارات مشكلة أكيد. نفرد العجينة. نقطعها بهالشكل. نحشيها باللحمة ونحطها بصينية شفافة. ندهنها بالمكون السري الزيت مثل ما نشوف للون ذهبي رائع. نحطها بالفرن على حرارة 180 درجة لمدة 6 دقايق. ونحط الزبدة بالقلاية والقليل من الزيت. نضيف قطع الخضار والحين نكمل الطبخة بمرق الإيدام من KDD اللي يغنيكي عن استخدام البصل والثوم والمنكهات كمان مثل الملح. نخليها على نار متوسطة لمدة 20 دقيقة. ونضيف على الخضار والمرق العجينة المحشية باللحمة. نفرغها بصحن ونزينها برشة كزبرة وبالعافية عليكم.